تخيل تكون عايش حياتك طبيعي وفجأة تلاقي نفسك عايش مع 3 شباب وسيمين جدا، بس المفاجأة انهم مش بشر، دول في الحقيقة كائنات الابراج السحرية، وكل واحد فيهم مخبي سر اكبر من التاني، من خيمة بسيطة للعيش وسط الاساطير. دي قصة تومي، البنت اللي حياتها اتقلبت في لحظة. جهز الفشار بتاعك ويلا نبدأ. بيبدأ الأنمي مع تومي، بنت مالحة عايشة في خيمة في نص الغابة، ولما بتكون رايحة المدرسة فضولها بيشدها لبيت كبير ما كانتش شافته قبل كده، فقربت منه وكانت مبهورة بالحاجات الصغيرة اللي جواه على شكل الأبراج الصينية. وقتها شافها واحد واتفاجئ إنها عارفة عن الأبراج، وقالت له إن المجموعة ناقصها القط من الحكاية القديمة. وتومي كانت تعرف القصة من والدتها اللي كانت بتحكيها لها قبل النوم، وبتقول إن الفار كذب على القط وقال له ميعاد غلط، عشان كده القط ما اتحسبش ضمنهم أبدا. وفجأة يوكي اللي بيكون زميلها في المدرسة ظهر ووبخ ابن عمه عشان كان بيعاكس تومي وكان باين عليه الغيره، فتومي تحاول تمشيها وتقول انها ساكنه قريب. رغم ان الولاد استغربوا شويه، يوكي عرض عليها تمشي معاه للمدرسه، ولما وصلوا تومي اتشدد على جنب من موتو وجروب المعجبات اللي بيحبوا يوكي، ويقولوا لها قواعد صارمه انها تفضل بعيده عنه. بس لحسن حظها صاحباتها اوتاني وهانا ظهروا وكان شكلهم مرعب لدرجه ان موتو والمعجبات يجروا. وفي حصه الاقتصاد تومي كانت خايفه شويه، وصاحبتها اوتاني وهانا قالوا ان يوكي غريب وان السنه اللي فاتت بنت حاولت تحضنه فزقها بعيد، لكن المدرس قطع كلامهم وتومي بتوريه انهم خلصوا الطبخ خلاص. بعد كده اوتاني وهانا عزموها تروح تتسوق معاهم، لكنها قالت لهم انها لازم تروح على الشغل، فقلقوا عليها لانهم شايفين انها بتشتغل كتير ومش عارفين اصلا انها عايشه في خيمه في الغابه. بعد كده تومي قابلت يوكي واعتذر لها تاني عن تصرفات ابن عمه، لكنها قالت له انه كان طيب معاها وانها حبت جدا الحاجات الصغيره اللي على شكل الابراج الصينيه. فيوكي يقول انه سمعها وهي بتتكلم عن القط، وانه شايف ان مفيش مكان للقط اصلا في الابراج عشان ده تقريبا مش منطقي، وانه شايف ان القط كان غبي، وده خلى تومي تحس ان يوكي بيكره القطط، ولما بيكون في شغلها تفتكر ازاي وصلت للوضع ده. والدها مات وهي عندها 3 سنين، وبعد كده بسنتين والدتها كمان توفت، فاضطرت تروح تعيش مع جدها، وعشان ما تكونش عبء بدأت تشتغل عشان تدفع مصاريفها ومصاريف المدرسة. لكن المشكلة بدأت لما بيت جدها احتاج ترميم، فتومي تقول انها تعيش مع اصحابها، لكن في الحقيقة هي عملت خيمة في الغابة وقررت تعيش فيها. وفي نفس الليلة يوكي وشيجارا كانوا راجعين بيتهم وعدوا من الغابة، فشافوا تومي وقرروا يراقبوها، وانصدموا لما لقوها في خيمة. فتومي اتفاجئت واتحرجت انها اتفضحت، وطلبت منهم يسمحوا لها تفضل عايشة هنا. وفجأة حست بدوخة من التعب، وشيجارا سمع صوت ديب وقال ان في انهيار ارضي حصل، فجروا على خيمة تومي، بس بتكون متضايقة جدا لان صورة والدتها مدفونة تحت التراب جوه الخيمة. فشيجارا اقترح تبات عندهم النهارده وبكره تروح تدور على الصورة. وفي الليل بتحكي انها بتشتغل كتير علشان تخلص المدرسة الثانوية، عشان دي كانت حاجة والدتها نفسها تعملها وما قدرتش، وانها مش ناوية تستسلم حتى لو كل حاجة باظت، لانها عدت بحاجات اصعب زي انها ما لحقتش تودع والدتها قبل ما تموت. فيوكي حزن جدا لما سمع ده. يوكي قال لشيجارا انه هيتصرف، وفجأة مجموعة فئران بدأت تحفر في الارض اللي مدفون فيها الصورة. وتاني يوم يوكي رجع لها كل حاجتها وقال لها ان الطريقة اللي جابهم بيها سر، وعرض عليها تفضل تعيش هناك لحد ما بيتها يخلص. شيجارا عرض عليها تساعدهم في الطبخ والتنظيف لانهم فاشلين في الحاجات دي، فتومي مش بتصدق نفسها وحست ان ده حلم. فيوكي قال لشيجارا ان كله هيكون تمام طالما هي ما حضنتهوش. وفجأة ولد شعره برتقالي اسمه كيو نزل عليهم من السقف وبدأ يتخانق مع يوكي ونداه بانه فار، لكن يوكي سخر منه. فتومي خافت وحاولت توقف الخناقه، لكن وهي بتحاول وقعت بالغلط وحضنت كيو من ورا، وفجأة اتحول لقطة. تومي اتصدمت ومش مصدقه اللي بيحصل، ولسوء حظهم لوح خشب وقع على راسها، وقعت على شيجارا ويوكي وتحولوا لفرو كلب. وهنا شيجارا قرر يقول لتومي الحقيقه. بعض افراد عائله سوما ممسوسين بارواح الابراج الصينيه، بس ده مش معناه ان عندهم قوه خارقه. الاشخاص دول بيتحولوا للحيوانات المرتبطه بيهم وبيقدروا يتواصلوا معاه، وبيتحول لحيوان ده لما واحده تحضنه او لما يتعبوا، بس بيرجعوا بشر بعد شويه. بعد ما الكل رجع لطبيعته كيو تحدى يوكي تاني في قتال، لكن بالغلط ضرب تومي، فيوكي اتعصب وضربه كالعاده. وشيجارا كان بيهدي تومي ويعالج جرحها. وفجأة تومي افتكرت المدرسة وجريت تلبس الزي المدرسي، وساعتها شيجارا قال ليوكي انه هيروح يبلغ هايدو كبير عيلة سوما بكل اللي حصل. يوكي كان متضايق لانه عارف ان تومي هيتم مسح الذاكرة بتاعتها زي كل اللي عرفوا السر ده. وفي المدرسة تومي فضلت كاتمة السر وما قالتش لحد خالص، وده خلى يوكي يحس بالذنب اكتر، فحكى لها انهم هيمسحوا الذاكرة بتاعتها زي ما حصل قبل كده لما كان صغير. بنت حضنته وتحول لفار قدام العيال، فجاء هايدو مسح ذاكرة كل
كل الأطفال. وهو ماشي تومي اتزحلقت ووقعت على ظهر يوكي وتحول لفار تاني، فقالت له إنها فاهمة اللي هيحصل وسألته لو نسيت كل حاجة ينفع يكون صاحبها من أول وجديد. وفي البيت كيو حاول يعتذر لتومي لكنه اتكسف وما حكاش حاجة، وشيجارا قال لهم إن هايدو قرر ما يمسحش الذاكرة بتاعتها بس بشرط إنها تفضل محافظة على السر. يوكي بدأ يشك إن شيجارا وهايدو بيخططوا لحاجة، وتاني يوم يوكي اتفاجئ إن المطبخ نضيف والأكل جاهز لأنه بقاله كتير ما أكلش أكل بيتي. لكن فجأة كيو وشيجارا دخلوا البيت وطلع إن كيو هيبدأ يروح معاهم المدرسة من بكرة، وده خلى يوكي يتعصب جدا. شيجارا شرح لتومي ان كيو ما كانش بيروح المدرسة عشان كان بيتدرب على فنون القتال في الجبال عشان يهزم يوكي، وتومي افتكرت الحكاية القديمة بتاعت الابراج الصينية وان الفار هو السبب ان القط مش من ضمن الابراج، فافتكرت ان كيو بيكرهه علشان كده. وتاني يوم في المدرسة كيو جذب انتباه كل البنات لانه قريب يوكي، ولما واحدة لمسته نط فجأة زي القطة المرعوبة وجري من الشباك. يوكي جرى وراه وقال له يفكر قبل ما يتصرف، لكن كيو اتضايق وقال له انهم في مدرسة مختلطة مش مدرسة اولاد زي ما هايدو كان عايز. فيوكي مش بيكون فاهم ليه كيو حابب ينتمي ليهم بالشكل ده، فكيو بيتعصب علشان يوكي مش حاسس باللي هو حاسه بانه مش جزء حقيقي من عيلة سوما وبيفكر يضربه، لكن تومي بتوقفه من غير قصد لما بتحضنه بالغلط، وساعتها كيو بيتحول لقطة، فكيو بيغضب جدا وبيزعق لتومي وهي بتعيط لانها فاكرة انه بيكرهها. بعدين في البيت كيو بيكون مكتئب وبيحكي لشيجارا انه دايما بيقول كلام جارح لتومي، فشيجارا بيقول انه محتاج يتعلم ازاي يتعامل مع الناس لانه في يوم من الايام في بنت هتقوله انها بتحبه ولازم يكون مستعد يقدرها، لكن كيو بيقول ان مفيش بنت زي دي اصلا. بعدها يوكي بيقاطعهم وبيقول انه هيروح يدور على تومي في شغلها لانه مش عايزها تمشي لوحدها في الغابه، بس في الحقيقه اللي راح يدور عليها هو كيو. حاول يعتذر لها عن اللي عمله رغم انه كان محرج جدا، وهي قبلت الاعتذار بتاعه وقالت له انها بتحب قطه الابراج جدا، وانها لو كانت تقدر تختار السنه اللي اتولدت فيها كانت هتختار نفس السنه اللي اتولدت فيها القطه، وقدروا يصلحوا العلاقه ما بينهم. صداقتهم كانت بتبتدي تتكون. لكن في البيت شيجارا بيحرج كيو لما بيقوله ان هو بنفسه اللي عرض يروح ياخد تومي من شغلها، فكيو بيتكسف جدا وبيقوله انه مش هيعمل كده تاني، وبعدين بيتعصب على يوكي عشان بيبصله، وفي الاخر بيقول انه مش بيحب اكل تومي رغم ان هو بيحبه فعلا. بعد كده بيقرب موعد مهرجان الثقافه والصف بيصوت على انهم يعملوا كشك لكرات الرز، وتومي بتقترح ان كرات الرز يكون ليها حشوات مختلفه، ويوكي بيوافق على الموضوع ده، وكيو بيقترح ان الزباين يتخانقوا على كلة رز مجانيه، ولكن طبعا الكل رفض الفكره. والاسوأ من كده ان في قطط صغيره كتير كانت بتدخل من الشباك وبتلعب مع كيو، فبيتكسف جدا وبيجري على السطح، وتومي بتروح له بس بتلاقي قطط صغيره محاوطه كيو، بيقول لها ان ده طبيعي عشان هو بيمثل الحيوان ده في الابراج، فبتقلق عليه وبتساله اذا كان هيشارك في مهرجان ولا لا، لكن كيو هو حزين بيقول انه شايف انهم مش محتاجينه طالما عندهم يوكي، وانه حياته كلها كانت كده من وهو صغير. يوكي دايما كان سابقه في كل حاجه. بعد كده بيرجعوا للفصل ويوني بتتحدى كيو في لعبة الكروت، والخسران هو اللي هينظف. وبيكون في نفس الوقت يوكي في المكتبة عشان في بنت نادت عليه عشان تعترف له بحبها، لكنه رفض، والبنت اشتكت له انه قريب من الناس التانيين اكتر. ولما رجع الفصل شاف كيو وهو بيلعب وبيضحك مع الناس حتى في لعبة الكروت، وده خلى يوكي يحس بشوية غيرة من قدرة كيو على التواصل مع الناس، بس للأسف كيو خسر في اللعبة. ولما بدأ ينظف الفصل يوكي اتريق عليه علشان خسر، وده خلى كيو يتحمس اكتر انه يهزمه. فالكلام ده خلى تومي تفكر واستنتجت ان لو كيو قدر يهزم يوكي ممكن وقتها القط يدخل في الابراج زي يوكي، بس يوكي كان في مود وحش فبسرعه غلب كيو بضربه وخرج. وبعد ساعات وهي راجعه من شغلها تومي بتقابل ولد اجنبي شكله يعرفها، لما بيبص على خدها بتتخض وبتطلع تجري من غير ما تاخد بالها انها وقعت المنشور بتاع مهرجان الثقافه على الارض. بعدين بتقابل يوكي اللي كان جاي يمشيها لحد البيت وبتساله عن حالته لانها حست انه كان غريب شويه وقت الظهر، لكن بيعدي جنبهم رجاله سكرانين وبيخبطوا في تومي، فبتقع فوق يوكي وبيتحول لفار. وهم راجعين يوكي بيقول انه دايما كان حاسس انه عايش في قفص وعشان كده اختار يروح مدرسه مختلطه، بس برضه حاسس انه لسه ما خرجش من القفص اللي جواه، على العكس من كيو اللي رغم انه خجول في الاول لكنه بيعرف يتعامل مع الناس بسهوله. فساعتها تومي بتلاحظ ان الولاد بيغيروا من بعض، ولما كانت هتقول حاجه المطر بدا ينزل ويوكي رجع تاني الانسان، فجريوا على البيت. وشجره بيقول ان في اعصار جاي ويوكي بيجري علشان يدور على حاجه، وتومي بتروح وراه وبتكتشف ان المكان السري بتاعه هو جنينه خضار، فبتساعده يغطيها بمشمع. فيوكي بيقول لها انها طيبه جدا، فتومي بترد ان مامتها كانت بتقول ان الطيبه مش حاجه بنتولد بيها لكن بنكبرها مع الوقت وباشكال مختلفه، وان طيبه يوكي عامله زي الشمعة اللي بتنور اوقات.
وبتقول انها شايفه انهم يقدروا يكونوا اصحاب كويسين. وبعد العاصفه يوكي بيشكرها على كلامها وبيقول ان عايز يلعب كروت مع اصحابها علشان يتعرف على ناس اكتر. وتاني يوم تومي بتطبخ كرات الرز وكيو بيجهز بتاعته وهي بتشكر في مهاراته المثاليه. يقول لها ان ده مش حاجه مميزه، فتقول له ان البشر شبه كرات الرز اللي جواها برقوق، بس بيبقوا مركزين على البرقوق اللي ظاهر في ظهر الكره قدامهم، ما بيبصوش على نفسهم، فبيفتكروا نفسهم مجرد رز ابيض، وده بيخليهم ينسوا ان جواهم برقوق برضه. وبتشجعه انه يشوف مواهبه بدل ما يفضل يقارن نفسه بيوكي، وانها شايفه ان الاتنين مميزين. فكيو فهم التشبيه وقال لها انه كمان شايف البرقوق اللي في ظهرها، وده خلاها تفرح. في اللحظه دي يوكي دخل وبدا يتخانق مع كيو على كرات الرز، وتومي فضلت تتسائل اذا كان ممكن في يوم يبقوا اصحاب. فجاه جرس الباب بيرن وتومي بتفتح الباب تلاقي بنت غريبه بتسال اذا كان كيو عايش هنا ولا لا، واسمها كاجورا وشكلها بيكون لطيف، وبتجري جوه البيت تدور على كيو. وتومي كانت فاكره انها هتحضنه بحنيه، لكن كاجورا ضربته ضرب جامد في الجنينه. وشجاره بيقول لتومي ان دي طريقه كاجورا في التعبير عن الحب، وبيقول لها ان كاجورا برضه واحده من الابراج، وبيتحداها تعرف هي انهي برج. وبعد ما هديت كاجورا بتقول لتومي انها خطيبه كيو، لكن كيو اعترض وقال ان ده مش حقيقي. فكوجارا فكرت انهم اتخطبوا وهم اطفال، لكنه قال لها انه وافق وقتها علشان كانت بتعيط، ومن ساعتها هو بيهرب منها على طول، خصوصا انها من الابراج فيقدروا يحضنوا بعض من غير ما يتحولوا. وده خلى تومي تتفاجئ وتنبسط انها قابلت بنت تانية من الابراج. تومي ما قدرتش تصدق ان كوجارا بتحب كيو بالكميه دي وهي لسه صغيره، خصوصا انها لسه ما حبتش قبل كده، وده خلى جواها شويه غيره. بعد كده تومي راحت تطبخ، بس كوجارا قالت انها هي اللي هتطبخ لكيو، وجهزت وليمه كبيره بعد ما استخدمت كل الاكل اللي في الثلاجه. بعدين نادت على كيو علشان ياكل، لكنه رفض وطلب منها تمشي. فضلت تلح عليه لحد ما زقته على الترابيزه والاكل كله وقع وباظ. فكوجارا قالت انها تطبخ تاني بس ما فاضلش مكونات، فكيو طلب منها تمشي تاني، لكنها ما سمعتش الكلام وجريت على السوبر ماركت. والولاد كانوا عايزين يطلبوا اكل جاهز، لكن تومي طلبت منهم يستنوا وجريت علشان تجيب الاكل. وبعد ما خلصوا كوجارا شوبينج سالت تومي لو كانت بتحب كيو، وتومي قالت ايوه، بس عشان هو بيمثل قطة الابراج وهي من زمان بتحب قطة الابراج. فالكلام ده رايح كوجارا وخلاها تساعدها في الطبخ. ولما الاكل قرب يخلص طلعت تومي فوق تدور على كيو، بس يقول ان مش عايز ينزل عشان كوجارا دايما بتتكلم عن الجواز. فتومي قالت له ان حلم اي بنت هو انها تتجوز زي ما هو بيحلم انه يغلب يوكي. بعدها كيو اتكلم بحماس عن معلمه فنون القتال، وده خلى تومي تبتهج لانها اول مره تشوفه بيضحك كده، وقدرت تقنعه ينزل ياكل معاهم. وتاني يوم كوجارا كانت مبسوطه علشان نامت في نفس البيت اللي يوكي فيه، لكن بالصدفه خبطت في الولد اللي بيوزع الجرايد، ويوكي لحق يغطيها قبل ما الولد التاني يشوفها. واتضح ان كوجارا هي روح الخنزير البري. وتومي شالتها في حضنها متاثره جدا بجمالها، وقالت انها نفسها تبقى زيها، شخص ما بيوقفش لحد ما يوصل للي عايزه وبيعرف كل حاجه عن الولد اللي بيحبه. ومن اللحظه دي تومي قررت تتعلم عن فنون القتال وزراعه الخضار عشان تقرب اكتر من كيو ويوكي. لكن فجاه جالها تليفون من جدها، وتاني يوم قالت للولاد ان بيت جدها اللي بيتجدد قرب يخلص وانها تروح تعيش معاه تاني. والولاد اتضايقوا شويه بس حاولوا ما يظهروش ده. فتومي افتكرت كلام مامتها لما قالت لها انها من حقها تكون انانيه شويه، وافتكرت كمان لما كانت صغيره والاطفال ما كانوش بيختاروها تلعب معاهم لعبه سله الفواكه، وكانوا بيسموها كره الرز علشان الرز مش من الفواكه. وده خلاها تحس انها مش وسطهم، كانت حاسه انها بدات تبقى جزء من عائله الابراج. لكن فجاه اتشالت تاني من السله علشان كره رز، وقبل ما تروح سابت لهم فطار جاهز وكذا ورقه وداع عشان لسه هتشوفهم في المدرسه. لما راحت بيت جدها عمتها قالت لها انها جابت محقق خاص علشان يحقق وراها، واكتشفت انها كانت عايشه مع 3 رجاله. فتومي اتصدمت، وعمتها قالت ان ابنها عايز يبقى ظابط، وانهم ما ينفعش يكون عندهم مجرمين في العيله، وانها سمعت ان ام تومي كانت عنيفه وهي صغيره واكيد البنت هتطلع لامها. وابن عمتها بدا يستهزئ بيها وسالها بسخريه اذا كانت صاحبه واحد من الرجاله اللي في بيت سوما، واذا كانوا عملوا فيها حاجه ولا لا. وساعتها جدها ضربه بالقلم، وبيتاسف لتومي ويقول انه عارف انهم عيلته لكنهم ناس مش كويسين، وقال لها انه ممكن يتحملهم، لكن هي مش لازم تضحي وتتحمل لو مش عايزه، وانها لو عايزه تروح مكان تاني يبقى تروح، لان ابوها كان هيتمنى تشوف حياتها وتطير باجنحتها. ساعتها تومي بدات تعيط لانها حست انها انانيه عشان عايزه تسيب جدها بعد ما استقبلها، لما ولا واحد من العيله وافق ياخدها. الجد قال لها تعمل اللي هي عايزاه، بس دموعها فضلت تنزل لحد ما فجاه ظهر يوكي وطلب منها ترجع البيت. ووقتها عرفنا ان كيو كان غضبان جدا من عيلتها من اول ما ساب تومي من غير بيت، ودلوقتي فجاه بيطلبوا منها تيجي تاني كأن ولا حاجه حصلت، ومن غير حتى ما يسالوها اذا كانت عايزه تيجي ولا لا. يوكي قال ان ده طبيعي، لكن كيو ما كانش شايف كده وكان زعلان وقلقان على تومي. ويوكي خد الورقه اللي تومي ثابت فيها عنوان البيت وراح يدور عليها، وكيو لما فهم راح فين قرر يروح وراه، والاتنين
وصلوا بيت جد تومي وسمعوا كل الكلام الوحش اللي عمتها وابنها قالوه، وكانوا مستعدين ياخدوها من المكان ده، لكن الأول حبوا يسمعوا قرارها. ولما سمعوا إن تومي عايزة ترجع بيتها، يوكي دخل بسرعة وطلب منها ترجع، وكيو دخل وراه على طول وخد تومي وخرج بيها. إنما يوكي فضل يواجه عيلتها وبدأ يلم الحاجة بتاعتها. وبره كيو زعق لتومي علشان كتبت العنوان بخط صعب، خلاه يتعاون مع يوكي علشان يوصلوا لها، ووبخها كمان علشان سابت البيت وهي أصلا مش عايزة تمشي، ونصحها إنها لازم تتعلم إنه ساعات عادي تكون أنانية. فكلام ده خلى تومي تعيط لأنه فكرها بنصيحة مامتها، وقالت إن هي عايزة ترجع البيت معاهم. ووقتها كيو مسك إيدها وخدها علشان يرجعوا، ويوكي بيوصل بسرعة وبيمسك بإيد تومي التانية، وساعتها بتحس إن كأن كرة الرز أخيرا اتقبلت تكون جزء من سلة الفاكهة. ولما بيوصلوا بيت سوما، شجارة بيبارك لهم علشان أنقذوا تومي، وبيقول لها إن الولاد كانوا زعلانين جدا على فراقها رغم إنهم بينكروا وبيبدأوا يتخانقوا تاني، لكن تومي بيكون فرحانة إنها رجعت للعيلة. بعد كده بأيام بيبدأ مهرجان المدرسة، والكشك اللي بيبيع كرات الرز بينجح بسبب وصفة تومي العبقرية، ويوكي بيضطر يلبس فستان علشان وشه ناعم، وتومي شايفة شكله كيوت جدا، وكيو بيضحك علشان يوكي دايما كان عنده عقدة من شكله الأنوثي. فجأة الولد الأجنبي اللي تومي قابلته من كام يوم يدخل الفصل ويحضن يوكي، وده بيكون موميجي سوما. وما جاش لوحده، جاب معاه هاتوري سوما، وتومي بتتحمس إنها تعرف أعضاء جدد من الأبراج. فهاتوري يبدأ يسمع نفس يوكي من السماعة، فبيزعله علشان بيتهرب من الكشف الشهري، وبيعترف إن يوكي بيعاني من مشاكل في الرئة من زمان. وبعد كده بيركز بنظره على تومي، ويوكي بيبدأ يدافع عنها، بس اللحظة المتوترة دي بتتقطع بسبب شقاوة موميجي، فبياخدوا موميجي لمكان تاني، وده بيخلي صحاب تومي يشكوا في علاقتها القريبة من ولاد عائلة سوما. وفي مكان تاني موميجي بيقول لتومي إنهم اتقابلوا في اليوم ده لأن المبنى اللي بتشتغل فيه تابع لوالده اللي هو رئيس الشركة، وكمان بيعرف إنها عارفة سر العيلة، فبياخدها بالحضن وبتكتشف إن الأرنب من الأبراج. ويوكي بيفوت اللحظة دي لأنه كان مشغول. وفي الوقت ده كيو وتومي بياخدوه فوق السطح، وهاتوري بيكون هادي وبيصورهم صورة تذكارية علشان يوريها لأكيتو بعد المهرجان. ويوكي بعد كده بيشتكي من الفستان اللي لابسه، وبيقول لتومي إنها هتبقى جميلة قوي لو لبسته. وقبل ما ترجع المهرجان بيحذرها إنها تكون لوحدها مع هاتوري لأنه المسؤول عن مسح ذكريات أي حد يعرف سرهم. وفي اللحظة دي بيشوفهم هانا وناو وبيسألوا تومي، فبيقرر تحكي لهم الحقيقة كلها. وساعتها أصحابها بيعزموا نفسهم يزوروا بيت سوما عشان يتأكدوا إنه مناسب لتومي. وفي الليل هانا وأوتاني بيلاحظوا قد إيه تومي مندمجة في بيت سوما، وبيبدأوا يحسوا بالذنب إنهم ما فهموش ده من الأول، لكن كيو بيقول إن تومي مش من النوع اللي بيطلب حاجة، فده مش ذنبهم. بعد كده شجارة بيمشي من البيت، وتومي بتقترح يلعبوا كوتشينة، وشجارة في الوقت ده بيروح قصر سوما وبيقول لأيامي إن تومي مناسبة لكيو ويومي. وفي الوقت ده البنات بيستعدوا للنوم، وهانا وتامي بياخدوا بالهم إن تومي لسه محتفظة بالكاب القديم، فبتقول لهم إنها محتفظة بيه كذكرى لأنها زمان كانت تايهة، والولد اللي لابس الكاب ده ساعدها ترجع لبيتها وما شافتش وشه، بس هو ساب لها الكاب، وبتفتكر إن الولد ده ممكن يكون أول حب في حياتها. فهانا وتامي بيكونوا متأثرين جدا لأن تومي من وهي صغيرة كانت حياتها صعبة، لكن تومي بتأكد لهم إنها مبسوطة باللي عندها لأن أمها كانت بتحبها وعندها صحاب بيحبوها وولدين بيهتموا بيها، وأصحابها بيفهموا إنها فعلا مناسبة لأولاد سوما. وتاني يوم يوكي وكيو بيتخانقوا كالعادة، وهانا بتقول إنهم شبه القط والفار فيتوتروا جدا، وقبل ما يمشوا بيوافقوا إن تومي تعيش معاهم علشان تومي بقت مرتاحة ومندمجة في بيت سوما. هانا وأوتاني بيطلبوا من الولاد يهتموا بيها كويس، وبعدها تومي بتستقبل مكالمة من هاتوري وبيطلب منها تروح بيت عيلة سوما عشان يتكلموا في موضوع مهم، وبيقول لها ممكن تقابل أكيتو بكرة. تومي بتقول لي يوكي وكيو إنها راحة تزور صاحبة ليها، لكنها في الحقيقة بتروح بيت سوما، وهناك موميجي بيستقبلها وياخدها المكتب هاتوري، وبتتفاجئ بصورة واحدة ست على مكتبه، وبتستغرب لأنه دايما شكله غريب وغضبان. وموميجي بيجيب لهم شاي، وهاتوري بيشرح لها إنه دكتور العيلة ونص شغله إنه يهتم بأكيتو عشان هو أضعف واحد فيهم. وموميجي بيشرح لها تنظيم العيلة، وبيقول له إن في أكتر من 150 فرد عايشين في بيت سوما، لكن الأبراج ال 12 بس هم اللي عايشين جوه السور والباقيين بره. وكان كيو زمان عايش بره، وبيقول إن البنت الغريبة مسموح لها تعرف سر العيلة مع إن أكيتو دايما صارم، لكنه لحد دلوقتي ما أمرش بمسح ذاكرتها، وبيعتقد إن أكيتو بيستخدمها وعشان كده بينصحها تبعد عن العيلة. وفجأة حد بيرن الجرس في بيت هاتوري فبيسيبهم ويمشي، وموميجي بيحكي لتومي القصة الحزينة بتاعت هاتوري، ويوضح إن الست اللي في الصورة اسمها كانا وكانت خطيبة هاتوري، لكن لما أكيتو عرف غضب جدا وأصاب هاتوري إصابة خطيرة، مع إن هاتوري ما غضبش من أكيتو، كان هي اللي لامت نفسها على اللي حصل، ونفسيتها بدأت تنهار لدرجة إن هاتوري اضطر يمسح كل ذكرياتها ومبقاش عندها أي فكرة إنهم كانوا بيحبوا بعض أصلا. فتومي بتعيط علشان هاتوري وبتقول إنها مش ممانعة إن أكيتو يكون بيستغلها لأنها حاسة بالسعادة إنها قابلت أعضاء الأبراج. وبعد شوية بيظهر هاتوري وشيجارا عشان يتابعوا التحضيرات بتاعت راس السنة لأنها عندهم زي طقس مقدس،
بعد كده هاتوري بيعتذر لتومي على انه كان باين عليه دبش ويديها الكاميرا اللي اتصوروا بيها في المهرجان، فتومي بتفضل تتسائل هو برج ايه بالظبط، فهاتوري بيعرض عليها يوصلها لبوابة القصر لكنها بتتزحلق وتقع عليه، فجأة بيتحول لحصان بحر، فبتتخض لانها مش عارفة اذا كان محتاج مية عذبة ولا مالحة، فبتشيله في حضنها وتطلع تجري بيه. وساعتها هاتوري بيبدأ يتذكر لما قابل كانا من سنتين لما بدأت تشتغل سكرتيرة، وحس وقتها بشيء مختلف، زي ما التلج اللي كان محبوس فيه بدأ يدوب، حتى لما اكتشفت انه فرس بحر ما رفضتهوش وكملوا حبهم الفترة القصيرة اللي قدروا يعيشوها سوا، وراحوا يتكلموا مع اكيتو عشان يسمح لهم يتجوزوا. بس اكيتو اتجنن وقال انها مش هتقدر ترفع اللعنة، وفي وسط الخناقة هاتوري اتصاب وكان اخدت اللوم على نفسها، ايدو قال ان مرضها النفسي جزء من اللعنة، وساعتها هاتوري اخد القرار انه يمسح الذاكرة بتاعتها وطلب من ربنا انها تلاقي السعادة مع حد تاني. ولما هاتوري صحى لبس هدومه بسرعة وكان محرج لانه ظهر في شكل البرج بتاعه، وهو بيدور على جزمته شاف كانا واصحابها ماشيين وسمع ان كانا هتتجوز وانها لقت السعادة بعد سنتين، وده خلاه مبسوط ومكسور في نفس الوقت. ولما تومي وصلت ومعاها جزمته قالت له ان بعد ما التلج بيخلص بيجي الربيع، والكلام ده طمنه شوية. واخيرا وصلوا لباب القصر وتومي افتكرت انها شافت اكيتو في عربية وسألت شيجارا عن اللعنة لكنه قال لها انه مش هيقدر يقول لها دلوقتي. ولما رجعوا البيت لقوا كيو ويوكي كانوا نايمين من كتر ما تعبوا وهم مستنيين، والسنة الجديدة كانت قربت واصحاب تومي كانوا قلقانين عليها لانها تقدر عيد لوحدها، لان ولاد عيلة سوما هيروحوا القصر وعيلتها هيسافروا هاواي، وعرضوا عليها تروح تقعد في بيوتهم. بس تومي قالت انهم لازم يحتفلوا بالسنة الجديدة مع عيلتهم، وقالت للولاد انها هتقضي السنة الجديدة هناك، وده خلى يوكي وكيو يفكروا يفضلوا معاها، لكنها قالت ان حفلة العيلة في راس السنة حاجة مهمة، وكمان بقالهم كتير ما شافوش اهلهم واكيد وحشينهم، فاقتنعوا بكلامها وقرروا يمشوا. وفي يوم راس السنة تومي تودعهم بابتسامة، لكن في الطريق كانوا خايفين عليها جدا وعلى انها تكون لوحدها، وكانوا مشغولين لدرجة ان شيجارا بدأ يضحك عليهم. وبعد كده قابلوا هانا وقالت لهم ان ده اول عيد سنة جديدة لتومي من غير امها واكيد هتكون حزينة جدا، وده فاجئ يوكي وكيو وخلاهم يجروا راجعين البيت يلوموا نفسهم انهم ما خدوش بالهم من حزنها. وكانت هانا عندها حق، لقوها قاعدة بتعيط قدام صورة مامتها وقرروا يقضوا معاها ليلة راس السنة، وكانوا مبسوطين انهم ما غلطوش وسابوها لوحدها. وفي نفس الوقت شيجارا وصل لقصر عائلة سوما، وكان في ناس شايفة ان موضوع ان يوكي وكيو ما حضروش الحفلة حاجة تضحك، وشيجارا كان بيعلق بسخرية على ان اكيتو هيتجنن لما يعرف ان تومي هي السبب. وفي نفس الوقت تومي كانت بتعمل نودلز السنة الجديدة، ولما التليفون رن كيو ويوكي اتوتروا لانهم كانوا فاكرين ان اكيتو هيكلمهم ويزعق لهم، بس اللي كانت بتتصل هي صاحبتها وكانت خايفة عليها جدا، لكن تومي طمنتها انها كويسة. وبعد المكالمة الولاد ما بقوش بيفكروا في الحفلة اللي في القصر، ما كانوش ندمانين انهم قعدوا مع تومي، وقبل الفجر طلعوا الثلاثة فوق السطح واتمنوا امنيات السنة الجديدة. تومي اتمنت انها تفضل معاهم، ويوكي وكيو بيتمنوا نفس الامنية، بس كيو زود امنية كمان وقال انه عايز يهزم يوكي السنة دي. وبعدها الاجازة خلصت والدراسة رجعت تاني والبرد كان لسه موجود، ويوكي كان حاسس انه هيتعب وكان بيفكر يزوغ من المدرسة بكرة عشان في مسابقة جري. وكيو سمع الكلام واتحمس جدا أول ما سمع كلمة مسابقة، ويقول ليوكي ما يبقاش جبان وما يزوغش من المدرسة. وشيجارا نصحه ياخد الأمور بهدوء عشان هما بيتحولوا لو كانوا ضعاف قوي. وتاني يوم بدأت مسابقة الجري للبنات، وتومي شافت حد شعره أبيض نايم على العشب وافتكرته راجل كبير وقع على الأرض، فخرجت من السباقة عشان تساعده. لكن اللي كان هناك هو هارو سوما، وكان عامل كمين لكيو لانه عايز يكلمه، والاربعه راحوا يتكلموا تحت كوبري، وهارو بيتحدى كيو في قتال علشان هما الاتنين بيتدربوا في الفنون القتاليه. فكيو رفض في الاول، بس هارو غير شخصيته وبقى دارك هارو اللي بيكون مزعج لما بيجي وقت القتال. ولما بيبدا القتال كان واضح ان كيو اقوى واحد، لكن للاسف القتال اتوقف لما يوكي اغمى عليه، فهارو حضن تومي وتحول لثور بسرعه علشان يشيل يوكي ويرجعه للبيت. وشجارة نصح يوكي انه يفضل في السرير، وتومي رفضت ترجع المدرسة عشان عايزة تعتني بيه، وشجارة قال انه هيروح المدرسة عشان يجيب حاجتهم. وبعد كده هارو اتصل على هاتوري عشان يجي ويشوف يوكي، وكيو عرض انه يكمل القتال، لكن هارو ما بقاش في وضع الضرب. وبعدها هارو يقول لتومي انه كيو ويوكي بقوا يتعاملوا مع بعض احسن، وده فاجئه لانهم طول الوقت بيتخانقوا. وبعدها هارو حكى لتومي انه كان بيكره يوكي جدا، وده بسبب حكاية قديمة من
حكايات الابراج، بتقول ان الفار استخدم الثور في سباق الابراج، وكل الناس بدات تتعامل مع هارو وكانه غبي زي الثور في القصه، وده خلى هارو يكره يوكي جدا، وكان بيضغط على نفسه ويفضي غضبه في شخصيته التانية دارك هارو، لحد ما قرر يتعلم فنون القتال عشان يفرغ الطاقه دي. لكن في يوم واجه يوكي وقال له انه بيكرهه علشان الناس شايفاه غبي، وساعتها يوكي يساله هو انت فعلا غبي؟ فهارو بيستوعب انه مش كده، وانه كان ظالم يوكي طول الوقت. فتومي لقت القصه دي لطيفه جدا، وهارو بيقول ان يوكي بقى بيبتسم اكتر بسببها، وطلب منها تناديه باسمه الاول، ولما عملت كده يوكي اتكسف جدا وتحول لفار. وفي الوقت ده في المدرسه شيجارا كان مع كيو، وفضلوا يلعبوا كوتشينه طول اليوم مع هانا، وده خلاهم يتعبوا هم كمان. وبعد اسابيع عيد الحب قرب، وهانا تفتح دولاب يوكي وتتفاجئ ان في شوكولاتايه واحده، وهانا قالت ان اكيد البنات رموا باقي الشوكولاته في الزباله، وفعلا كانت السله مليانه شوكولاته مرميه. وكمان كيو خد شوكولاتته لانه مشهور، وساعتها بس افتكر ان بكره عيد الحب، وحاول يهرب لانه مرعوب من كاجورا وممكن تكون مخططه له، بس المدرسه منعته عند الباب، وبتكون فعلا كاجورا مستنياه هناك. فحاول يهرب تاني بس بتمسكه بسهوله، ورجع كلهم البيت. وطلع ان كاجورا عايزه تخرج وتتفسح مع كيو، لكنه رفض تماما، فعيطت وبرضه رفض تاني. وفي الاخر اقترحت عليهم يخرجوا في ميعاد مزدوج هي وكيو ويوكي وتومي، فيوكي وكيو رفضوا تماما، لكن تومي اتحمست للفكره لانها عمرها ما خرجت قبل كده، فاضطروا يوافقوا علشانها. شيجارا يقول له انه مش واجبه يكره شخص بدون سبب، وكان واضح عليه انه خايف يعرفه، وده رجع له ذكريات مؤلمه. فكيو جري ودخل الغابه، وتومي جريت وراه لما لقيته كان قاعد مكور على نفسه كانه بيحاول يهرب من حاجه. قالت له انه لو محتاج يفضل يكره يوكي علشان يقدر يكمل فهي مش هتمنعه، ففضل ساكت شويه، وهي حست ان قلبه هش جدا زي قلب يوكي، فقعدت جنبه في هدوء على امل ان وجودها يطمنه. وتاني يوم قبل ما تروح تخرج مع الباقي بتدي الشوكولاته اللي عملتها لشيجارا، وطلبت منه يوصلها لباقي الابراج. في الخروجه كاجورا ما بطلتش تحضن يوكي حتى وهو بيبعدها، وتومي كانت قلقانه على شيجارا لانه دايما بيبتسم ومحدش عارف بيفكر في ايه. وفي نفس الوقت شيجارا راح قصر عيله سوما وادى الشوكولاته لهاتوري، وقال له انها من تومي، وقال له كمان انها زي العلاج بالنسبه لكيو. بس هاتوري انتقده هو واكيتو عشان بيستغل تومي كانها نكره علشان يوصلوا لهدف معين. فشيجارا رد عليه وقال له يفتكر الالم اللي مر بيه هو واكيتو، وانه مستعد يحتفظ بالاحساس ده ومش فارق معاه لو جرح حد علشان يوصل اللي هو عايزه. فهاتوري ما كانش موافق، لكنه حذره وقال له يخلي باله على نفسه لان يوكي وكيو واصحاب تومي مش هيسيبوه يأذيها. ولما الشله يكونوا في الطريق للبيت البنات ما بطلوش كلام عن الفيلم اللي شافوه، والولاد كانوا مرتاحين ان اليوم خلص على خير. ولما بيوصلوا بيشوفوا المحرره بتاعت شيجارا كانت مستنياه وبتزن عليه يخلص الروايه اللي بيكتبها. وفي اخر اليوم تومي قالت لشيجارا انها تديه شوكولاته عيد الحب بتاعته، وده خلى ضميره يأنبه شويه. وبعد كام يوم الطلاب كانوا فرحانين انهم خلصوا امتحانات نص السنه، واكتر واحده كانت مبسوطه هي تومي لانها جابت نتيجه حلوه بفضل دروس يوكي. كيو كمان جاب نتيجه كويسه، بس هانا لا، لان قدرتها على القراءه مش بتساعدها تبقى اذكى في الامتحانات. وبعدها تومي بتروح الشغل بتاعها في المبنى بتاع ابو موميجي، ويقول لها انه رايح مشوار وعايزها معاه، وطلع ان هو هيعزمهم كلهم على رحله للينابيع السخنه. فتومي دمعت شويه لانها اول مره تروح هناك من غير مامتها، بس موميجي يقول لها ان مامتها اكيد كانت هتتمنى تشوفها سعيده، فبتوافق. وشيجارا ويوكي كمان بيوافقوا، لكن كيو بيكون متردد شويه. موميجي بدأ يحكي القصه اللي كانوا قرأوها في المدرسه عن حكايه غريبه اتحكت عن مسافره كانت طيبه وغبيه شويه. اي حد يطلب منها اكل او فلوس كانت تديهم، لدرجه انها في الاخر فضلت من غير هدوم علشان الناس طلبوها منها. ولما كانت ماشيه في الغابه الشياطين ضحكوا عليها وخلوها توافق انها تتاكل، واخر شيطان اكل عينيها وادالها ورقه مكتوب فيها غبيه كهديه ليها، لكنها عيطت من الفرحه لانها اول مره حد يديها هديه. فموميجي بيقول ان القصه دي فكرته بتومي لانها دايما بتدي وبتساعد من غير ما تطلب حاجه. وكي يقول لتوني انه هيوديها الينبوع الساخن كهديه في اليوم الابيض، مع انه مش عايز يقضي وقت مع يوكي، وده خلى تومي تتاثر وتدمع من الفرحه. ولما وصلوا الينبوع استقبلتهم ست شكلها تعبان بس طيبه، ودي بتكون صاحبه المكان، واللي فهمت غلط لما كيو اشتكى انه هيشارك اوضه مع يوكي، وافتكرت انه عايز ينام مع تومي. وموميجي كمان كان عايز يروح مع تومي، بس بيروح هو ويوكي على حمام الولاد. وفي نفس الوقت تومي بتروح حمام البنات وهي شايله صوره امها في كيس، وصاحبه المكان بتدخل معاها وبتقول لها انها كانت خايفه ان حد من بره عيله سوما يعرف سر الابراج. لكن لما قابلت تومي ارتاحت وفرحت انها طيبه، وبتقول لها انها نفسها ان تومي تقابل ابنها في يوم من الايام اللي هو برضه من الابراج وبيمثل القرد.
وبعد كده الكل بيلعب بينج بونج، بس تومي بتكون فاشله جدا في اللعبه ويوكي بيخرج يضحك لوحده، فبتلحقه ويقول لها انه ما كانش عايز يضحك قدام كيو، وبيستغل الفرصه ويديها هديه اليوم الابيض اللي بتكون عباره عن توكة شعر، وبيقدمها ليها باسلوب ناعم جدا خلاها تحس ان امير طيب، وكيو هو الامير البارد وموميجي الامير اللطيف. وتاني يوم موميجي بيقول لتومي ان في شهر ابريل هو وهارو هيبداوا يروحوا نفس المدرسه الثانويه، وتورو بتتفاجئ لانها كانت فاكره انهم في الاعداديه، بس كيو بيشرح انهم اصغر منهم بسنه واحده، وتورو بتقف مش مصدقه. وبعدها الربيع بيوصل وتومي وكيو ويوكي بقوا رسميا في السنه الثانيه من الثانويه، وتومي عايزه تروح تسلم على هارو وموميجي لان النهارده اول يوم ليهم في المدرسه، وكيو ما كانش عايز يروح بس تومي اقنعته، وهانا واوتاني شايفين انه بقى صعب على كيو يقول لتومي لا. ولما كيو كان ماشي بيسمع شويه اولاد من اولى بيتكلموا عن تومي باسلوب مش محترم لانها كانت سرحانه، فبيروح يقف جنبها كدرع بشري وبيبصوا لهم بنظرات تهديد. وبعدها موميجي وهارو بيظهروا وكيو بيزعق لهم لان موميجي لابس يونيفورم بنات وهارو لابس مجوهرات كتير مخليه شكله مش مظبوط، وفجاه رئيس اتحاد الطلبه بيجي ويزعق لهم انهم كسروا القواعد بتاعه المدرسه، خصوصا هارو بسبب شعره الابيض ومش بيصدق ان ده لونه الطبيعي، وكمان بيعنف موميجي عشان لابس لبس بنات. فهارو بيتحول لدارك هارو وبيقنع الولد انه يسمح لموميجي يلبس زي ما يحب، بس الواد بيرفض وبيقول له لسه في مشكله الشعر الابيض. ساعتها هارو بياخده الحمام وبيوري له دليل قاطع ان ده فعلا لون شعره الطبيعي، وبعد ما الواد اتاكد ان شعر هارو ابيض فعلا سابه ومشى. وتورو فضلت تساله ايه اللي حصل جوه، بس الدارك هارو بيقولها بخباثه انه ممكن يوريها هي كمان لو حابه. وساعتها كيو ويوكي بيضربوه بوكس مزدوج رجع تاني لهارو البسيط. وبعد كده موميجي يقول لتومي انه عايز يكلم الولاد لوحده وهي راحت على فصلهم، وموميجي يقول للولاد ان اكيتو موجود في المدرسه ويوكي مش عايز يشوفه، لكن للاسف تومي قابلت اكيتو وبدات ترتعش وهي بتسلم عليه لانه السبب في اللي حصل لهاتوري، بس وهي بتتكلم معاه لاحظت انه هادي ومش زي ما كانت متخيله. وفجاه يوكي جه وسال اكيتو بعصبيه عمل ايه لتومي، واكيتو بيقول له بخباثه انه بس كان بيسلم عليها، وقرب من يوكي وهددته وقال له انه بقى بيخرج عن طوعه كتير، وده خلى يوكي يبدا يرتجف من الخوف. فتومي خدت اكيتو بعيد عن يوكي وقالت لهم يرجعوا فصلهم، فاكيتو بص لتومي بنظره عدائيه وقال لها تمام باي باي، وهي ما كانتش فاهمه ليه بص لها كده، بس الاهم دلوقتي انها تمسح الخوف من عيون يوكي. وبعد كده تومي بتقول ليوكي ان يجي يلعب معاها هي واصحابها بعد المدرسه، وفي الوقت ده شيجارا بيروح لهاتوري وبيحكي عن اللي حصل بين تومي واكيتو، وبيقول ان اكيتو شايف ان تومي بنت عاديه وغبيه ومش بتمثل اي تهديد، خصوصا ان يوكي لسه بيخاف منه ومكتوب له انه يرجع له. وشيجارا بيشوف ان الكلام ده منطقي لان اكيتو كان حابس سوكي في اوضه مظلمه ومرعبه نفسيا لفتره طويله لحد ما يوكي طلب منه يساعده يهرب، والصدمه دي صعب تتنسي. ومع ان تومي مش اذكى واحده لكن طيبتها وقلبها الكبير بيخلي اي حد يحبها. وبعدها بايام تومي ويوكي بيجمعوا شويه خضار من الحقل، وتومي كانت مبسوطه لان يوكي باين عليه انه مرتاح قوي، وهم راجعين شافت هدوم على الارض وافتكرت ان في واحد من الابراج موجود، وطلعت صح تعبان ابيض دخل جوه هدومها، فصرخت من الرعب ويوكي جري ناحيتها ومسك التعبان وخده للبيت وقال للشجره يطبخه، لكن اتضح ان التعبان ده واحد من الابراج واسمه ايام وهو اخو يوكي الكبير. والشجره شرح لتومي ان ايام وهاتوري في نفس السن وان الثلاثه دول اصحاب من زمان عشان كانوا بيروحوا المدرسه سوا. ايام مختلف تماما عن يوكي لانه دايما بيهزر وعنده طابع لعوب كده، وبيعتذر لتومي لانه دخل جوه هدومها وقال ان جسمه بيتحول لتعبان لما بيكون بردان فبيدور على الدفى في اجسام البشر، وقال كمان انه كان عايز يقابل الاميره اللي عايشه في عائله سوما، وده خلى يوكي يتعصب جدا. بعد كده ايام خد تومي يتعشوا سوا، ولما طلب يقول لها ان علاقته بيوكي مش قويه لانه اكبر منه ب10 سنين، ولما اتولد يوكي كان محجوز في عزله ومعرفوش يشوفوا بعض وهم اطفال، ولما كبروا المسافه اللي ما بينهم زادت بسبب قرارات غلط هو اخدها. ولما عرف ان اكيتو ويوكي اتقابلوا جه علشان يطمن عليه، بس يوكي شكله كويس فايام حاسس ان وجوده مش مهم، لكن تومي قالت له ان المسافه الكبيره دي ممكن تتقفل، وان مامتها كانت دايما بتقول ان حتى الكبار يقدروا يفهموا مشاعرهم اللي كانت موجوده زمان ومش متاخر انهم يتقابلوا في النص. فايام اتصدم من كلامها واتملى امل لاول مره من سنين. ولما رجعوا البيت يوكي حاسس شويه بالذنب عشان يتكلم بخشونه مع اخوه، وبيقول ان الموضوع صعب عليه وده بيخلي ايام يفرح ويقول
وبيقول له انه يقدر يكلمه وقت ما يحب، فده خلى يوكي يتعصب تاني. وتاني يوم في المدرسة هارو لاحظ ان يوكي متضايق بسبب اخوه وقرر يتدخل بعد المدرسة. ولما تومي وكيو ويوكي رجعوا البيت، ايام بدأ يحكي لهم حكايات من ايام المدرسة، زي لما خلى الناس يصدقوا انه من عيلة الملكة عشان يسمحوا له يسيب شعره طويل، او لما بقى رئيس اتحاد الطلبة، او لما منع طلاب من الطرد بعد ما راحوا منطقة المتعة في رحلة مدرسية. وايام كان فاكر ان القصص دي هتقربه من اخوه، لكن يوكي كان شايف انه مفيش امل منه. وفجأة هاتوري وصل وخد ايام معاه، وايام مشي من غير نقاش لانه بيحترم هاتوري جدا، وكان حزين انه معرفش يقرب من اخوه. بس هاتوري قال له ان يوكي لسه صغير ولازم يصبر، وده خلى ايام يبتسم ومش بيتكلم. تفتكروا بقى هل فعلا ممكن ايام يقرب من اخوه؟ وايه هو سر اكيتو؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات الجايه. وبس كده، ما تنساش تشترك في القناه وتحط اللايك الجميل بتاعك، وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.